صباح الخير، صباح النور، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، نهاركم مبروك. اليوم راني رايحه ندير لكم البرجر تحت طلب بزاف مشتركات. درته لكم من قبل، برك العجينه كانت بلا بيض، هاد المره العجينه فيها بيض. صراحه وصفه تستحق التجربه. خبز البرجر جا خفيف ريشه. وهذوك لي ميدايون تاع الدجاج، هذوك الدوائر، التتبيله ديالهم رائعه بزاف بنان. نتمنى البنات تجربوه. شوفوا معايا المكونات. نحتاج 2 حبات بيض، مغرفه صغيره سكر، مغرفه كبيره خميره تاع الخبز، 2 مغارف كبار تاع الزبده، كاس حليب دافي، وحوالي 600 حتى 700 غرام فرينه. في ان ريسيبيون راني رايحه ندير الحليب اللي كنت دفيته، خميره تاع الخبز مع السكر، نخلطهم مع بعض. من بعد نزيد البيض ونزيد القريصه تاع الملح. من بعد نزيد الفرينه تدريجيا حتى نتحصلوا على عجينه. لازم البنات ما ديروهاش طريه بزاف، على خاطر من بعد كي نديروا لا مارغارين راهي رايحه الزيت تطرى. وبالنسبه للكميه تاع الفرينه، نسيت شحال يعني بالضبط. نتوما لموا العجينه ديالكم حتى تحصلوا على عجينه تكون متماسكه. بعد ما لميت العجينه، راني رايحه نزيد لها 2 مغارف كبار تاع لا مارغارين، ولازم تكون طريه، ما ديروش لا مارغارين يابسه. دوك نقعد نعجن حتى تدخل هذيك لا مارغارين مليح في العجينه. وهاد الكميه تاع العجينه راهي رايحه تخرج لكم حوالي 12 برجر. انا درت 7 على خاطر درتهم كبار وحبيتهم يكونوا ملحمين، يعني فيهم البابه. مولابيتي ما يحبش الخبز تاع البرجر تاع برا، هذاك اللي يجي الخفيف. دوك راني رايحه نخلي العجينه تخمر، انا خليتها حوالي ساعه. وبعد ما خمرت لي راني رايحه نقسمها ونشكلها دوائر. بعد ما شكلت الخبيزه تاع البرجر كما راكم تشوفوا، نخليهم يزيدوا يخمروا. انا خليتهم حوالي ساعه. من بعد نطليهم من الفوق بصفار بيض، وندير لهم خليط تاع الجنجلان والسانوج، كل واحد يدير واش يحب. دخلتهم للفوق على درجه 160 يطيبوا غير في غردهم. كي يتحمروا من التحت نشعل لهم من الفوق. بالنسبة للدوائر تاع الدجاج نحتاج صدر تاع الدجاج اللي كنت غسلته وقطعته، التوابل ملح فلفل كحل عكري حلو وتابل تاع الدجاج، القارص، حوالي 2 حتى 3 سنينات تاع الثوم، كمية قليلة تاع البصل، 2 مغارف زيت، ومغرفة كبيرة تاع الفرينة. خديت اشواغ راني رايحه ندير فيه جميع المكونات ما عدا الفرينه والتوابل، نخلطهم مع بعض. هنا راح نزيد التوابل والفرينه. اللي جاها الخليط بزاف طري تقدر ديروا لا شابلور. نخلطهم مع بعض، من بعد نشكلهم دوائر، نبلاطيهم، ندخلهم الكونجيلاتور لمده 10 دقائق باش يشدوا روحهم، ونطيبوهم حتى نتحصلوا على اللون الذهبي. هاوليك خبز البرجر بعد ما طاب، شوفوا كيفاش جا محمر ما شاء الله. الخفه والطراوه ما عندي ما نقولكم كما راكم تشوفوا. دوك نقسم لكم خبيزه باش تشوفوا كيفاش جا من الداخل، فريمون جا كي القطن. نتمنى البنات تعجبكم الوصفه تاع اليوم. دوك راني رايحه ندير له جميع المكونات. بديت بالجبن الطري، من بعد درت سلطه، الطوماطيش، لاصوص الجيريان. ان شاء الله نتقاسمها معكم الوصفه. زدت الدجاج والجبن تاع المخصص بالبرجر. والنتيجه النهائيه هذه هي. ان شاء الله كنت خفيفه على قلوبكم البنات. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. ما عليا غير نقول لكم اتهلاو في ربحتكم، نهاركم مبروك.